وصلة البطارية اتكلمت عنها كتير قبل كده، وقلنا ان دي من اهم الحاجات اللي تبقى موجودة في عربيتك، خصوصا لو عربيتك اوتوماتيك. النهاردة انا جاي اقول لك ازاي تستعملها لو بطارية عربيتك عملتها معاك زي ما عملتها معايا، وجيت تدور العربية لقيتها مش راضية تدور. يلا بينا نشوف بناخد وصلة للعربية ازاي. اول حاجة لازم تركز جدا في التوصيلة دي، لان انت لو عكست الاقطاب مش بعيد تضرب الكمبيوتر بتاع العربيتين. اولا في العربية السليمة هنجيب الطرف الاحمر اللي هو الموجب بتاع البطارية ونوصله في العربية اللي بطاريتها بايظة في الطرف الموجب. في الخطوة التانية نركز فيها عشان مفيش أي حاجة تلمس حاجة بالغلط وتعمل شرز وممكن تعمل قفلة لا قدر الله، وبدل ما نحل المشكلة نبقى عملنا مشكلة أكبر. هنوصل الطرف السالب في الطرف السالب بتاع العربية السليمة، وخلي بالك دايما بنبدأ بالعربية السليمة. ونيجي بقى عند العربية اللي بطاريتها بايظة، وهنا اختلف العلماء. في ناس بتقول لك وصل السالب في سالب البطارية اللي بايظة، وناس تانية بتقول لك إن الأأمن والأسلم توصلها في جسم العربية اللي بطاريتها بايظة، وده علشان تقلل احتمالية حدوث شرز في البطارية وانت بتوصل. وده كلام منطقي، بس في كلتا الحالتين الدنيا بتمشي، وانا جربت ده وجربت ده وما فيهاش مشكله. بس انا هنا ممكن اقول لك ان لو بطاريتك فيها سوائل طالعه يا ريت ما توصلش فيها خالص، والامن طبعا انك توصل السالب في جسم العربيه، بس زي ما اتفقنا الموجب في الموجب، لان ساعات لا قدر الله لو البطاريه ضربه بتطلع بخار هيدروجين، ومع اول شرز ممكن تعمل انفجار لا قدر الله. بعد كده هنروح على العربيه السليمه وندورها ونستنى دقيقه، وبعدها نقوم مدورين العربيه اللي بطاريتها بايظه، وبعد كده نفصل الوصله من البطاريات. انا عن نفسي بشيل الموجب الاول وبعد كده برجع اشيل السالب، وبس كده يا سيدي. عدي بعربيتك على اقرب حد بتاع بطاريات يكشف لك عليها ويكشف لك على الدينامو، ويعرف اذا كانت المشكله منها او من الدينامو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والفولو.